عصام عبد العاطي. تصويبة جول جول جول. عصام عبد العاطي جول. واول اهداف هذا اللقاء بقول لحضراتكم عصام عبد العاطي جوه الجول. لسه ما زال حسام حسن بجوار الكابتن طلعت يوسف بعد احساسه بالخطوره ممكن يغير فكره ورايه. جول. لسه بقول لحضراتكم لسه ما لحقتش اكمل. ممكن الكابتن طلعت يوسف يغير فكره ورايه وفعلا. كوت ديفوار وجنوب افريقيا نتمنى الصعود للاولمبياد بالتاكيد. اسلام رمضان لعب كره طوليه في اتجاه احمد سلامه خطيره جدا، واول اهداف هذا اللقاء، اول اهداف هذا اللقاء عن طريق احمد سعيد اوكا، يقوم بدور المهاجمين وينوب عن المهاجمين في كره طوليه اتلعبت طوليه، سدد من مره واحده وسط غفله دفاعات فريق وادي دجله. محمود علاء لعب الكرة الطولية في اتجاه سالم صافي خطيرة جدا، سالم عرضية خطيرة جدا. الثاني هو احمد حسن مكي يا جماعة، وكأنها هجمة باربع ارواح. طلع محمود بقى او عصام محمود، خروج خاطئ ولكن طلعوها دفاعات وادي دجلة، والهجمة المرتدة بينية المرة دي والعرضية موجودة. لعب ناحية اليمين عند الحصري، محمد الحصري عايز يلعب كرة عرضية جميلة جدا عند التقي ولكن مقطوعة على طول من دفاعات الحدود. لسه تاني عند مصطفى طلعت، مصطفى عرضيه كلاكيت تاني مره خطيره جدا واون جول. هي النيران الصديقه يا جماعه تعيد فريق وادي دجله الى احداث هذا اللقاء. اذا توصل ليه مارك يخلص مارك. اول اهداف اللقاء بعد يعني يلا في 33 استلم مارك ومشيت معاه الكوره ودخل جزاء ودخل وعدى ولعبها عرضيه تخدع محمد العقباوي في الدقيقه 33. اول اهدافه مع سموحه واول طبعا يتمنى النهارده عن لعيبه الكوره يبقى هي او سوق الهدف الاول لفريق ظهير الايمن. بس مره ثانيه للنني لمحمد صلاح، واحده والثانيه يا سلام يا صلاح. بقول لكم قناص هداف ماهر مفيش كلام. محمد صلاح يدخل ويسجل، عملها هو وكبيره، عملوها مع بعض حافظينها بيلعبوها مع بعض دايما، وان تو هات وخد، عدى وسجل وبيسجد لله شكرا. هنشوف كمان لحظات الهدف الاول بعد مرور 37 دقيقه. سموحه يسجل على طول محمد صلاح اول اهدافه مع فريقه هذا الموسم. ده ثالث هدف له في سموحه اهو. بص استلم هيعمل واحده في مواجهه مع ابراهيم عبد الجواد، وادي اللي كنا بنتكلم عليه والتحذير الليزر موجود، ودي فيها 10000 جنيه غرامه على طول. نتابع ركله الجزاء. ايمن عبد العزيز، ايمن حلوه يلعبها على شمال ابراهيم عبد الجواد ويهز الشباك في اللحظات الاخيره. اسامه محمد يعلق واحده عند مروان محسن بالراس على طول. طلعت محرم هدف التعادل. هدف التعادل. العرضيه جميله تتعمل لمروان محسن، يسند بالراس لطلعت محرم، يسبق كده ويحط وش القدم عشان تروح الكرة على يمين مصطفى كمال ويروح عشان يبوس راس الكابتن طه بصري. هدف التعادل لطلعت محرم. ادي اللعبة تاني، ادي اسامة محمد وادي راس مروان محسن، وهنشوف حالا طلعت محرم اهو بيلمس قبل احمد بكري ويغير اتجاه النجدي، يسدد تخبط في اسلام وترد. ما زلت بقول ان النجدي بعيد عن مستواه اللي انهى بيه الموسم الماضي. ترد الهجمة سريعة لفريق بتروجيت. طلعت محرم يمر مع الناحيه الثانيه مروان محسن، مروان محسن يسجل الهدف الثاني. 3 لمسات الهجمه المرتده، طلعت محرم ياخدها ويمر ويعمل العرضيه تمر من الجميع، ومروان محسن رجله عارفه طريقها للمرمى، يسند بباطن القدم
تمر الكرة قوية وسريعة من مصطفى كمال وتهز الشباك. هدف ثاني يتقدم به بتروجيت على فريق مصر للمقاصة. مروان محسن وادي الإعادة تاني مع حضراتكم. جميلة 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 اللعبة. لاعب بتروجيت بين الكرة بتروجيت كمال علي. كمال لمروان محسن. يا ولد مروان 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 ايه الحلاوة دي؟ تحركات هات وخد وانطلاق وتسديد في مكان قاتل. الزاوية اليمنى العليا السفلى، الزاوية اليمنى السفلى لمرمى مصطفى كمال. 3-1 في الوقت اللي فريق بتروجيت بيهدي اللعب عشان طلعت محرم واقع على الارض. هات وخد ما بين كمال علي ومروان محسن. يدخل مروان مع تحرك جميل ومع زقه كده للكوره بشكل اجمل. كانت تتلعب الكوره على طول اماميه. محمد كوفي اوسو كونان. اوسو كونان محظوظ. المحظوظ كونان تخبط الكوره في كوفي وتروح له بشكل غريب جدا لوحده تماما عشان يلعبها بارتياحيه كامله ويعدل النتيجه ل 3-2. يلعب واحده طويله لاقصى ناحيه اليمين حلوه المره دي، وادي عبد الله السعيد. الفروق الفرديه هتبان هنا ولا ايه؟ والعرضيه وما يخسرش اللي معاه متعب، متعب. وعرضيه حلوه من عبد الله السعيد وعماد متعب يحط الكرة براسه على يمين محمد عبد المنصف. لكن يا سلام على حسام غالي، هو اللي بدأ الهجمة حلوة وغير بيها اللعب من ورا دفاع الجونة. العرضية مظبوطة من عبد الله السعيد وعماد متعب. اهو حسام غالي يا ولد فتح اللعب من ناحية اليمين. 2 من مثلث برمودا اشتغلوا، وادي الارضية وعماد متعب على يمين عبد المنصف. صعبة يبقى الاول للاهلي عن طريق عماد متعب. هدف اول عماد متعب عنده حلول. مرة تانية عند صمو الاوكران، يسلم عند احمد عادل، عايز يلعب عرضية من هنا، عرضية حلوة خطيرة ومحاولة والتعادل للجونة. صمويل اوكران واحمد عادل على طول يلعب العرضية وصمو الاوكران يطلع يسجل التعادل للجونة. اهو هدف في الوقت الحالي وتغييرات انور سلامة في محلها، وصمو الاوكران خد مساحة وخد كورة عدت احمد عادل يا ولد اهيا عالية وبالراس كده على شمال شريف اكرامي، ما يقدرش يعمل لها اي حاجة. الهدف جيب ايجابي. 1-1 و1-1 سموحة والمقاولين والانتاج والمصري والاهلي والجونة، وكرة خطيرة وهدف اول لنادي الداخلية. كرة خطيرة وهدف اول لنادي الداخلية. واللاعب اللي بتحدث عليه من الشوط الاولاني، اللي بتكلم عليه من الشوط الاولاني، اللاعب الغيني لاما كونيه يظهر في الكادر في الدقيقة 7 من الشوط الثاني بكرة مباختة ومرور. او ممكن يلعب ب3 سنتر فراودة ويطلع اما عادل مصطفى اما اسلام عوض، ومتهيألي ممكن يكون عادل مصطفى. كرة ملعوبة، تصليح، التعادل. عادل مصطفى بالفعل هو التعادل. بقول لكم والكرة عرضية من اسلام، التعادل من عادل مصطفى. هي عرضية جميلة من اسلام، والتعديل اجمل واجمل من احمد رؤوف، والتصويبة من عادل ولا لا في المحلة. واللقاء اللي امام حضراتكم هي اللقاء الثالث، وفي انتظار ختام اللقاءات. تمساح عرضية، يا سلام يا تمساح، يا سلام يا تمساح، يا سلام يا تمساح. تحدثت كثيرا وقلت كثيرا اخطاء دفاعية ساذجة لنادي امبي، وتمركز دفاعي سيء جدا لمدافعي نادي امبي. احمد تمساح اللاعب النشيط المتحرك، بص استلم فين، بص مر ازاي، بص الديفنس واقف على خط واحد ازاي، مر من الجميع. وعرضيه الراجل رفع، ده الراجل عنده 4-5 عيون، رفع وشه. لا تعود الكره لاسامه رجب. بقول لحضراتكم عبد الظاهر السقا وعمرو فهيم ومحمد ناصف وفينسنت ديفونيه مع الكوره، وهدف التعديل. الله 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 الله، فعلها ليفواري، فعلها القادم من الاسك ميموزا. انه فينسنت ديفونيه يعدلها بتروليه خالصه بهدف بليسنج روعه.
هدف بال5 دقايق، لكن في ثانيه تلاقي انبي بعد ما كان متاخر جاء من بعيد وجاب الهدف الثالث. في ثانيه تلاقي الداخليه احرز الثالث وخطف ال3 نقاط وهرب. هي دي كره القدم، لا تعترف بالاسماء ولا بالارقام. وادي فوني لسه ما قلتش، لسه ما كملتش، والله لسه ما كملتش، لسه بقول في ثانيه هتلاقي انبي قادم من الخلف جاي من بعيد. ديفونيه يكمل. اتنقلت على طول من احمد فوزي عند صمويل وعند حسين، يفتح اللعب ناحيه اليمين لمحمود مبارك، واتلعبت لقدام لاحمد شكري لكن بتتقطع وهوبا والجول الاول حسن موسى يحرز الهدف الاول. حسن موسى يسجل الهدف الاول لنادي تليفونات بني سويف. اهو حسن موسى ما بين الاجهزه اللي في الملعب كلها. والمحاولة وشوطه من بعيد وهوبا لازم نشوف بقى مين ده، لازم نشوف، ما تقطعش بقى يا حاتم يا عزام علشان نشوف الراجل ده مين، عشان نشوف رميته. الله، ما احنا مش هنسيبه كده. محمود عبده مش هنسيبه تقطعش علينا يا حاتم يا عزام، لازم نشوفه. محمود عبده وادي احمد. شوف بقى هيبتدي ازاي، هينهي ازاي، هنشوف هيتقدم ازاي. اهو لازم اللعيب يكون جنبه حد، مفيش جنبه. رقص ومشي وعدى وخد 1 2 ويروح، ولازم ده يشوط وشاط وهوبا هو ده شفت ازاي وهوبا والجول. الجول ده اللي احنا بنقول، وقرينا اللعبه وقرينا الجمله وقريناها وبرضه هدف اول لنادي الاتحاد يحرزه صامويل كيرا الذي يسدد من الكره الثابته، قصده يلعب العرضيه. صامويل كيرا لعبها في اتجاه المرمى، يخطئها مدافع الدراويش، يخطئها الحارس محمد صبحي لتتهادى الى داخل الشباك وتعلن عن هدف اول لنادي الاتحاد لتشتعل المباراه. هدف في الدقيقه العاشره يحرزه داخل حسني، يسدد الى داخل المرمى. يا ولد ركنها حلوه قوي حسني في المقص الشمال لتصبح النتيجه 1-1. يعود الاسماعيلي الى المباراه من جديد. هدف من طلاء الجيش في مرمى الزمالك، وادي محاوله احمد سمير عدى كويس، احمد حسن بيسدد وعماد السيد وجول. احمد حسن يفتتح للزمالك بهجمه منظمه زملكاويه، واحمد حسن الكوتشوم والصقر بيسجل الاول، يخطف لقطه حلوه جدا لنادي الزمالك، وادي الاول عن طريق احمد حسن. حلوه الكوره، بدات الهجمه كويس جدا. احمد سمير عمل كل حاجه، هيا لاحمد حسن اللي سدد، ردت من ايد عماد لكن مكانها في الشبكه. الاولى القائم اتعارض معاك يا عماد، لكن المره دي خلاص الحظ عند احمد حسن اللي بيسجل الهدف الاول. اهي باينه. ترجع المحاوله مره ثانيه من صلاح امين، يلعب الارضيه صلاح وبابا اركو يسجل التعادل للجيش. بابا اركو عرضيه ايجابيه من صلاح امين، وبابا اركو وسط حراسه من دفاع نادي الزمالك.